بقرار من الكابتن محمد رمضان، كهربا يغادر فندق الإقامة في الإمارات ويعود إلى القاهرة. وأنا بصور الفيديو ده كهربا دلوقتي موجود فعلا في القاهرة، خلاص وصل. القرار ده جه بعد ما كهربا اتكلم مع كولر بأسلوب مش كويس بعد الماتش، وقال له أنت كده بتموتني، أنت كده بتقتلني، أنت كده بتبطلني كورة. كهربا كان مستني ان المفروض ان اللي موجود المهاجم الاول للفريق هو وسام ابو علي، وكان بعديه موديست، فهو كان رقم 3. فدلوقتي موديست مش موجود، ووسام ابو علي بس هو اللي موجود، ودلوقتي وسام ابو علي مش بيلعب، فالمفروض هو اللي يبقى اساسي، او كان هو اللي يبدا امبارح بدل طاهر محمد طاهر. هو دخل طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر جاب امبارح جونين، يعني نجح في المهمه بتاعته. وطبعا هو كده كهربا شايف ان هو كده بيبطل كوره بالعقل. كهربا اول غلطه غلطها ان هو ما سلمش على كولر او ما تقبلش منه التهنئه بعد الماتش. كهربا تاني غلطه غلطها في اوضه اللبس امبارح، ان هو ما حضرش المحاضره اللي بعد الماتش، وراح قعد في الاتوبيس يستنى الفرقه وهم مروحين للفندق. كهربا غير الغلطتين. كابتن محمد رمضان خد قرار سريع وفوري. كابتن محمد رمضان صح في قراره اكيد. كابتن محمد رمضان مش عايز الفرقه تفك، صح. انت داخل على نهائي مهم وماتش لازم تكسبه ان شاء الله، صح. كهربا غلطان بنسبة 50% غلطان. كهربا متضايق، متضايق، بس كان لازم حد يحتويه. كهربا احنا مش عايزين نسلمه للإعلام ولصفحات الزملكاوية عشان يمسكوه ويقعدوا يقطعوا في جلده. كهربا مش عايزينه ان هو يندم في يوم من الايام ان هو اختار الاهلي وجمهوره عن اي جمهور تاني. كهربا غلطان، غلط، بس ما نقتلوش. كهربا لو الفريق مش محتاجه ممكن يطلعه اعاره، ممكن يطلع اعاره لاي فريق بره مصر او اي فريق خليجي لحد اما يستعيد مستواه او الاهلي يحتاجه نبقى نرجعه. لكن احنا كده بنسلم كهربا تسليم اهالي لجمهور الزمالك والاعلام الزمالك ولصفحات السوشيال ميديا بتاعت الزمالك. اتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي يحتوي الموقف ويلم الموضوع. يا اما كهربا يطلع اعاره لاي فريق تاني يثبت فيه نفسه، يا اما يعني ياخد ماتشات، لان هو كده حرام، احنا كده فعلا بنبطلوا كوره بالعقل. شكرا، السلام عليكم.